تحية طيبة. اليوم الثاني من افتتاح ملتقى العمرة العراقي في بغداد. هذا الملتقى من تنظيم شركة المسل للسفر والسياحة اللي عودتكم دائما على تنظيم المعارض السياحية. الدورة الأولى تكللت بمشاركة 40 شركة سعودية مختلفة الأصناف، منها شركات حج وعمرة، منها شركات فندقة، ومنها شركات إعاشة وكذلك فنادق. أضف إلى ذلك شاركت 17 شركة عراقية من كبرى الشركات العراقية المختصة في تفويج المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية. كذلك مشاركة 3 نواقل عراقية مهمة، الخطوط الجوية العراقية وفلاي بغداد وكذلك أور للطيران. حضرت تقريبا لهذا الملتقى ما يقارب أكثر من 600 شركة عراقية حسب الإحصاءات الأخيرة. هذا الملتقى برعاية رسمية من هيئة العليا للحج والعمرة، وبالتحديد من سماحة الشيخ سامي المسعودي الذي كان له دور كبير وبصمة كبيرة في دعم هذا الملتقى من حيث التنظيم ومن حيث المشاركة من الشركات العراقية وكذلك الشركات العربية.